شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار ال8 سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، حيث مثل هذا الدعم حافزا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورت برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة. مساء الخير، عودة معاكم جلسة الحوار الثانية، ويمكن تابعنا التقرير مع بعض. والحقيقة ان الموضوع النهاردة موضوع مهم جدا، يعني الأمن السيبراني. والحقيقة انه السيد الرئيس يعني أولى أهمية كبيرة وتوجيهات للاهتمام بهذا الملف بشكل كبير، خاصة انه يمكن مع التطور الكبير الهائل اللي بيحصل في التكنولوجيا بيحصل كمان هجمات شرسة ومتطورة جدا في هذا المجال. الاهتمام بالحفاظ على المال العام والامن الدوله من خلال الاهتمام ب يعني هذا الامن لحمايه المال العام من الجرائم اللي بتتعرض ليها. ويمكن في انفاق عالمي بيتم في هذا الشان، وزاد بنسبه كبيره جدا ل 150 مليار دولار عن العام السابق، يمكن 12%. هنتكلم اكتر، هنحاول نفهم اكتر ايه هو الاعتداء السيبراني وازاي بيتم الدعم وحمايه المال العام عن طريق طبعا ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو. منورني سياده اللواء دكتور أشرف السعيد، رئيس شبكة معلومات وزارة الداخلية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. منورنا. الله يخليك. يعني يمكن في البداية كده الناس لما تسمعنا بالعلم ان عندهم فكره بشكل ما، لكن يقولوا ما هو الامن السيبراني؟ هو ايه الامن السيبراني ده؟ وشايفين ان في توجيهات قويه جدا من السيد الرئيس للدعم بشكل كبير قوي. فحابه كده سريعا حضرتك كمان تفهم المشاهدين اهميه الامن السيبراني وايه هو في البدايه. الامن السيبراني كده ببساطه جدا هو امن المعلومات، القواعد البيانات الحكوميه والخاصه الكبيره. ده خلاف الامن الشخصي اللي هو بتاعنا. طبعا. الامن بتاعنا ده ما بيبقاش بالدرجه الكافيه، ولكن كل ما كانت المعلومات او الاشياء اللي عند حضرتك اللي عاوزه تحط لها استراتيجيه امن ذات قيمه، فبالتالي بيبقى ليها تكلفه اعلى طبعا. واجراءات اعلى من الحمايه. بمعنى انا دلوقتي عشان احط استراتيجيه لامن المعلومات بحط مجموعه من الاسئله. اول سؤال، ايه اللي انا عايز اعمل له احميه، اللي هو محل الحمايه. محل الحمايه ده بيكون 4 أشياء. بدايه الجزء المادي، وهو المكان المنشأة اللي فيه اجهزه الكمبيوتر، السيرفرات، المعدات، ده الجزء الاساسي. تاني حاجه ببقى محل الحمايه عندي الداتا نفسها، المعلومات. لا، المعلومات ده جزء. البرامج والتطبيقات. مفهوم. ثالث حاجه هي المعلومات، الداتا اللي موجوده عندي. رابع حاجه هي الشبكه. فدول 4 حاجات بيبقوا محل الحمايه. دي البدايه. ببدا، ده السؤال الاولاني، ايه اللي انا عاوز احميه. السؤال الثاني،
ايه الخطر اللي انا خايف منه؟ الخطر اللي ببقى خايف منه بدايه السرقه الماديه للاشياء، المكونات تتسرق. تاني حاجه يحصل عمليه قرصنه بقى يعني اختراق، مش هنقول اختراق للبيانات، وسواء اللي هيتم تعديل، حذف، بيبقى اي شيء من اختلاس دخيل، اي شخص دخيل. اختراق الشبكه، كل دي حاجات حد يبعت لي فيروس. فكل دي الاخطار اللي انا ببدا اخاف منها. بناء على كده ببدا احط الاستراتيجيه بتاعتي طبقا لاهميه المعلومات وقيمتها. بيكون التامين موجود. طبعا. التامين ده بيبقى مجموعه من السياج الامني. سياج يعني نقول بوابات حديد. مفهوم. تمام. ان حضرتك انا هسمح لك الاول بدايه تخشي على الشبكه عندي. جميل. بس مش معنى ان انت دخلتي انك تخترقيه، انك انت تعملي اي حاجه. هسمح لك الاول. بنقول الواحد اللي هو بيدخل يعمل عمليه مشاهده واطلاع فقط. ده اول سياج امني. السياج الثاني بيبقى اللي بيدخل كداتا انتري، انه هدخل بيانات ماليش اي صلاحيه غير ان ادخل. وانا بكتب كتبت اسم غلط ما اقدرش اعدله، لازم ارجع لشخص تاني ليه الصلاحيه للتعديل. طب عاوز احذف او اعدل او صلاحيه لشخص ثالث. البرامج اللي هتدخلي عليها امتى وايه كل دي كلها اجراءات بيحطها لنا الادمنستريتور المسؤول على تامين النظام. مفهوم. في حاله خطوره المعلومات واهميتها القصوى بنجد ان جميع الجهات السياديه في مصر مش داخله على شبكه الانترنت. ليها شبكه خاصه بكابلات خاصه بكل اداره. مفهوم. فانت من اساسه هنا الاختراق عندك. مش هيبقى استحاله واحد هيدخل ازاي على الشبكه اللي اذا كان من الداخل. ده نزود عليه بقى اجراءات الحمايه العاديه اللي هي للناس اللي موجوده في للفاير اللي جوه فاير وول والمراقبه والمتابعه. فكل دي اسمها اجراءات امن سيبراني، بحيث ان انا المعلومات اللي عندي طالما بدرجه مهمه وخطيره لازم يكون مستوى الامن حمايه عالي جدا. فده مختلف على ان احنا بنتكلم لما دايما بنقول احنا كاشخاص مخترقين، لان احنا ما عنديش انا المعلومه ذات القيمه اللي هصرف عليها المصاريف دي كلها. ما عنديش سياج الحمايه اللي حضرتك اتكلمت عنه. مش لا، هو لو عايز اعمله هعمله، بس في حاجات ما عنديش المعلومه. يعني ما ينفعش حاجه معلومات ما احنا اتفقنا ايه اللي انا عاوز احميه وخايف من ايه. انا كشخص بنتكلم على اختراق الموبايل ولا اللابتوب بتاعي، شويه صور على شويه عناوين، هو هيخترق عندي ايه؟ فمش هو ده اللي انا هعمل له الاجراءات الشديده دي كلها، ان انا اروح اعمل لنفسي شبكه خاصه واتواصل مع نفسي فيها او شركه صغيره. فمن هنا كان كل ما كانت الجهه المعلومات اللي فيها ذات قيمه وخطوره وسريه طبعا. تمام. كل ده مكان بيبقى الاجراءات بشدد في الاستراتيجيه الامنيه بتاعتي، بحيث ان انا بقول شبه استحاله الاختراق. طب كنت عايزه اسال حضرتك، يعني يمكن العالم كله بيتحول للتكنولوجي في كل حاجه، ويمكن مصر عامله خطوات قويه جدا نحو التحول الرقمي. هنا هل بتظهر اكتر صعوبه الدعم للامن السيبراني ولا سهولته؟ يعني لازم يبقى في تحول رقمي كامل، هنا محتاجين دعم بشكل قوي جدا. فايه الاجراءات اللي بتتم عشان كل ما بنتحول رقميا كل ما بيبقى فيه احتياج اكتر لهذا الدعم؟ يعني سؤال حضرتك ده جميل جدا. دلوقتي التكنولوجيا بقت في كل شيء، فاصبح الاستعلام مطلوب، وان يبقى تقديم الخدمات للمواطن العادي البسيط بيتم من خلال اجهزه شبكه الانترنت العاديه. هنا بيبقى الاستعلام بحط له تأمينات انه استحالة يدخل غير ان هو الجزئية اللي داخل يستعلم عنها، وباخد منه اللي احنا بنقول السياج الامني ده كله بيبقى ليها زي مفاتيح عشان تعدي. بقول لك اديني الباسورد، اديني الرقم القومي، اديني كذا. كل ده
بسمح لك انك انت هتدخلي واتاكد تقربي ان خطوة. انت الشخص الموجود الموثوق. ومسموح لك هتعملي ايه. ايه اللي مش معنى ان انت دخلتي لا ان انت هتشوفي بس، لكن ما تقدريش تعملي اي حاجه، ما تقدريش تخشي تعدلي في ما يبقى ليش البيانات، تاثير على الداتا اللي ملهاش جوه، انا تأثير. مجرد بشاهدها بس. بتشاهديها بس. فده بيبقى بتاخدي نسخه منها موجوده والنسخه الاصليه محفوظه في مكان تاني. دي غير البيانات اللي بتبقى غير مسموح ان انت تطلعي عليها. فهنا بسمح لك حتى لو انا كنت داخل هذا الجهاز مش مسموح لي غير ان اعمل كذا. يعني هقولها لحضرتك مع الفارق في المستوى اتفضل. ببساطه جدا، بس كلنا بنجربها. لما بندخل اي سوبر ماركت وبطلب طلبات، باجي وانا بشتري طلب الله هي دي بكذا، لا انا مش عايزها. فبيجي الكاشير اللي دخل لي الطلبات يعمل ستوب وينادي واحد تاني معاه الكارت، معاك يقول له دخل لي الكارت بتاعك لان ده ليه صلاحيه الغاء التعديل. طيب انا حسبت، وبعد ما حسبت مسكت الفاتوره، الله ده غاليه عليا انا مش عاوزها، وانا لسه ما مشيتش باجي اقول للكاشير انا مش عايز دي، يقول لك لا روح لخدمه العملاء صحيح اللي ليهم صلاحيه تانية. انا بقول المثل ده، الصلاحيات ده انا بوضحها مع بساطه عشان الساده المشاهدين يفهموا يعني ايه صلاحيات. ان كل واحد ليه صلاحيه لحاجه معينه، مش معنى ان انا دخلت على التطبيق ان انا ليا صلاحيه اعمل حاجه اكتر من المشاهده. مفهوم. ماليش صلاحيه ان اضيف، ماليش صلاحيه ان اعدل، ماليش صلاحيه ان احذف. كل ده بتتحدد تامين للداتا بتاعتي. وفي نفس الوقت في جميع اجهزه السيرفرات في حاجه اسمها لوج فايل. لوج فايل ده نعمل لين على لوك مقفول مغلق. لوج مش لوك. لا لوج. لوج فايل ده عامل زي دفتر الاحوال، بيثبت الجهاز اللي كذا دخل وحاول يعمل كذا. طب هل الصلاحيه بتاعته مسموح له ان هو اللي بيطلبه دوت؟ لو على طول الصلاحيه ما بتسمحلوش بيقوم يخترق او يتجاوز الصلاحيات بتاعته. تمام. طب هستأذنك يا دكتور، يمكن حضرتك عارف انه النهارده انطلق 19 فبراير اعمال ورشه عمل الجرائم الماليه عبر الانترنت، وكان في مناقشات حول الحالات الواقعه والجرائم وغيرها، ودي في يعني ضمن استراتيجيه الحقيقه لجامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه. فاحنا يعني معانا على الهاتف من الرياض الاستاذ عبد الرازق المرجان، مدير مركز الجرائم السيبرانيه والادله الرقميه بجامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه. اهلا بيك استاذ عبد الرزاق. اهلا وسهلا، واتشرف بمقابلتكم اليوم واستضافتكم لي. منورنا ومنور مباشر من مصر، وانا عارفه انه يعني ابتدت الفعاليات النهارده، فحابه كده حضرتك تكلمني عن المؤتمر وبدايه فعالياته واهميته الكبيره. انا عارفه ان في الكثير من المحاور اللي تم طرحها النهارده، فيا ريت لو حضرتك تقدر كده تحطنا في الصوره مع حضرتك. اول شيء اشكركم جدا على الاستضافه. أشكرك. طبعا كما ذكرتي بحكم جامعه نايف هو الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليه العرب. طبعا عقد اليوم ورشه عمل مهمه وهي الاحتيال المالي عبر الانترنت، وتم اختيار المحور الرئيسي الا وهو الهندسه الاجتماعيه عبر الانترنت او لارتكاب الاحتيال المالي. طبعا كما تعلمون الان بناء على جميع المؤشرات الدوليه يتضح ان هناك ارتفاع في الاحتيال المالي عبر الانترنت بعد دخول الانترنت مع الجريمه او خلينا نقول ارتباط الجريمه الماليه مع الانترنت، فاصبح الانترنت مسهل لهذه الجريمه. وبناء على ذلك قمنا باعداد دراسه قبل سنه مع الانتربول بالتعاون مع الانتربول، واتضح لنا ان هناك 50 مليون زياره سنويه من الدول العربيه لمواقع الاحتيال المالي. وعليه كان هدف التركيز فيه، وكذلك وجدنا هناك 22 تحدي للجهات المعنيه بالتعامل مع الاحتيال المالي بعد دخول الانترنت والتقنيات الحديثه. طبعا لذلك تم عقد ورشه العمل استكمالا لهذه الدراسه واستكمالا ايضا لاتجاهات الجريمه في تقرير الانتربول الذي صدر قبل تقريبا 3 أشهر، والذي يؤكد 90% من جهات انفاذ القانون ارتفاع جرائم الاحتيال المالي خلال ال5 سنوات القادمه. عليه عرفنا اليوم عملنا او كان المحور الفرعي هي اساليب الهندسه الاجتماعيه الاكثر شيوعا.
وتم عرض الكثير من الحقيقة التجارب الناجحة، التجارب والحلول والأساليب الإجرامية، من ضمنها الجمهورية الكورية عرضت اليوم تجربة وكيفية والترند والارتفاع بالنسبة للجرائم في كوريا الجنوبية، وكذلك على سكام ادفايزر قدموا عرض عن كيفية أو مستوى الاحتيال المالي على مستوى العالم، واتضح لنا وبما لا يدع للشك أن هناك نسبة قليلة لا تكاد تعد لاسترجاع الأموال. على سبيل المثال 46% من المبلغين من ضحايا الجرائم المالية لم يستطيعوا استرجاع. أكيد هيبقى في استراتيجية جديدة هيتم طرحها أكيد خلال المؤتمر أو في نهاية المؤتمر، يبقى في حلول يعني أقوى من كده، يعني متوقعين كده إن شاء الله. طبعا هذا تأكيدا لكلامك. احنا الآن في ورشة العمل نحاول أن نحصي ألا وهي التحديات التي تواجه الجهات المعنية، حتى نخرج باستراتيجية على مستوى الدول وعلى مستوى المنطقة العربية لإيجاد حلول تتوافق مع التحديات الجديدة كما ذكرتي، حتى يكون هناك عملية أو خاصة أن الآن أصبحت الجريمة المالية كما ذكرنا مرتبطة بالإنترنت والتكنولوجيا في منتهى الخطورة الحقيقة. صحيح. بشكرك جدا جدا وسعدنا جدا يعني بحوار حضرتك، ويا ريت بعد ما ينتهي المؤتمر نقدر كمان نعمل مداخلة مع حضرتك ونعرف يعني ما وصلتم إليه. أشكرك جدا أستاذ عبد الرازق مرجان، نورتنا. يعني يمكن وقتنا بيجري بسرعه، بس حابه برضو اسمع تعليق حضرتك. هل حضرتك متوقع انه المؤتمرات من شأنها كده ان بنشوف التجارب الناجحه والتحديات الكبيره، اكيد بنقدر ناخد التجارب دي ونشوف انجح التجارب ونطبقها في اكتر من دوله؟ يعني هنا احنا بنتكلم على الجرائم المعلوماتيه اللي هي متعلقه بالاموال. بالزبط. دي بتتم على الاشخاص، وغالبا بتبقى عمليه النصب من خلال الانترنت او مواقع بتتعامل بالعملات الافتراضيه. دي هي عملات ممنوع تداولها في مصر، ولكن للاسف هناك البعض بيتداول فيها وهي غير امنه بالمره. بتشتري ومجرد ان انت اشتريتي مفيش اي حاجه تثبت ان انت ليكي، مجرد ان اي حاجه حصلت على حساب الصفحه اللي انت تعاملتي معاها ما فيش اثبات، ما اقدرش، بس مفيش وسيط او حد بيأمن ويبقى ضامن لهذا التعامل. ففي عمليات النصب او التعامل المالي الغير شرعي على الانترنت ده بيبقى كتير جدا، واغلبه غالبا على الاشخاص لانه مش مؤمن بالدرجه الكافيه. تمام. انا بشكرك جدا سياده اللواء، ونتمنى ان شاء الله، احنا دايما بنبقى متفائلين لما بيبقى في توجيهات بالسيد الرئيس كمان الاهتمام بشأن ما يعني بيكون ليه اولويه كبيره. فدي من اهم حقيقه الملفات المهمه، هي دي هو ده الجديد، هو ده يعني اللي بنتعرض له كلنا. فنتمنى ان شاء الله انه يبقى في تحديات كبيره الفتره القادمه ونقدر نسيطر عليها. بشكرك جدا ونورتنا، وللاسف وقتنا خلص مع حضرتك سريعا، لكن ان شاء الله نعوضها في لقاءات اخرى. بشكرك جدا سياده اللواء. كان منورنا سياده اللواء الدكتور اشرف السعيد، رئيس شبكه معلومات وزاره الداخليه الاسبق. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، بكره ان شاء الله لقاء يتجدد واسره جديده ومباشر من مصر. اشكركم.